السلام عليكم، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بتمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا على قناتي وقناتكم يوميات نسيمة. شكرا لكم بزاف على التساؤلات ديالكم سواء في الانستغرام او الفيسبوك. ففعلا يعني غابر عليكم هاد الايام لظروف ما. فاليوم ما شاء الله غادي نشارك معكم البكبوكة الوجدية، فعلا اللي هي طريقة تقليدية ديال الجهة الشرقية، وفعلا كذلك كتجي لذيذة في المذاق ديالها ويعني سهلة حتى في التحضير ديالها. فنتمنى لا فيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش بالتعاليق ديالكم زوينه، كذلك بالبارطاج ديال هذا الفيديو وكذلك اللايكات ديالكم. فكيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو فغادي نشارك معكم ان شاء الله البكبوكه الوجديه اللي كنعملوها بالدواره ديال الحولي اي الغنمي. غادي نشاركها معكم ان شاء الله بطريقه اللي هي مبسطه باش ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم كذلك وتجربوها وعلاش لا في البيت ديالكم. فالطريقه راه جد مبسطه ان شاء الله كيف ما غادي تلاحظوا معايا في الفيديو ان شاء الله. فخليكم معايا من الاول للاخير باش تشوفوا ان شاء الله الطريقه. فبسم الله على بركة الله. بالنسبة لهنا عندي الدوارة، عندي كذلك واحد القلب ديال الغنمي، وهنايا عندي المسيرنات اللي ضفرناهم من قبل كيف ما كتلاحظوا معايا هكذا. غادي نعملهم في واحد الكاسرول ونضيف لهم شويه ديال الملح وواحد طريفه ديال الحامض ونخليهم يتسلقوا شويه باش تحيد لهم ديك الزفوريه. اما بالنسبه لهنايا فقطعت القلب وقطعت عاوتاني شويه ديال القطع ديال اللحم، القطع هكذا صغيره. كذلك شلطت واحد البصله اللي هي كبيره، وغادي نضيف عليهم هنايا واحد ديسيلتر ديال الروز كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا في الفيديو. من بعد غادي نضيف هنايا شويه ديال القزبر ومعدنوس حتى هو اللي قطعتهم القطع هكذا صغيره. فالطريقه راها جد سهله كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. هنايا غادي نضيف كذلك التوابل، ضفت هنايا شويه ديال الملحه، شويه ديال البابريكا اي التحميره، كذلك شويه ديال الابزار، وغادي نضيف شويه ديال الخرقوم اي الكركم، وغادي نضيف كذلك شويه ديال السكينجبير. فهادو هما التوابل اللي غادي نحتاج باش غادي نتبل هاد الحشوه اللي غادي نعملها في البكبوكه ديالنا. هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد كذلك سلقت شويه ديال الريه اللي قطعتها حتى هي القطع رقيقه، سلقتها حتى هي بشويه ديال الملحه وشويه ديال الحامض، وهنايا ضفت عليهم شويه ديال زيت زيتون مع زيت نباتيه. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا ونخليوها على جنب. فهنا كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما خلطت هاد المكونات مزيان مع بعضها بعض، الان غادي ندوز كذلك للطريقه ديال التحضير ديال الجيوب اللي غادي نعمروهم بهاد الحشوه هادي. فبالنسبه لهنايا كيف ما كتلاحظوا معايا الدواره ديالنا قطعناها على هاد القطع هكذا على شكل جويبات هما اللي غادي نعمروا فيهم الحشوه اللي حضرتها معكم. فهاد الجيوب هادو من بعد ما غادي نعمروهم غادي نخيطوهم كذلك، فخليكم معايا باش تشوفوا ان شاء الله الطريقه. فهنا نتوما غادي تحاولوا انكم تقطعوا القطع على هذا الشكل هذا باش تجيكم سهله كذلك في الحشوه وسهله كذلك في التخياط، يعني ما غتخليكم ما تعذبكمش في التخياط ديالها. هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا صافي هنا غنبدي نعمر الجيوب ديالنا ديال الدواره بهذه الحشوه اللي عملت معكم. فالحشوه كيف ما شفتوا معايا في الفيديو فيها شويه من قطع ديال اللحم وشويه من قطع ديال القلب اللي مقطعين قطريفات صغار، والبصله والتوابل وشويه ديال الروز، كذلك شويه ديال القطع ديال الريال اللي سلقناها من قبل مع شويه ديال الحامض وشويه ديال الملحه. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا فالحشوه جاتني تماما يعني قد الجيوب اللي عندي. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما ملأت الجيوب ديالنا كاملين بالحشوه هنايا خيطتهم كذلك كيف ما كتلاحظوا معايا. هنايا المقطع باش خيطهم عفوا كانت تمسح ليا. فالطريقه راها سهله، يعني من بعد ما كتعمروهم راه كتخيطوهم وحده بوحده باش كيتحصلوا على هذا الشكل هذا. والان غادي ندوز نحضر المرق اللي غادي يطيب فيه البكبوكه ديالنا. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا قطعت البصله القطعه اللي هي هكذا صغيره على حسب واحد جوج بصيلات، كذلك طريفه ديال الثوم،
وهنايا غادي نضيف عليهم المسرنات اللي كيف ما قلت لكم، يعني سلقناهم من قبل بشويه ديال الحامض وشويه ديال الماء وكذلك شويه ديال الملحه. سلقناهم مزيان ومن بعد صفيناهم وضفناهم. كذلك هنايا حتى الدواره كانوا شاطوا ليا شويه من الدواره اللي ما جاتنيش، يعني باش نقدر نخيطها كنقطعها حتى هي القطع الصغيره بحال نديرو التقليه العاديه ديال الدواره. كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد هنايا غنضيف عليهم التوابل. بالنسبه للتوابل شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الكركم وشويه ديال التحميره، كذلك وشويه ديال الملح. فالملح حنايا حاولوا انكم ما تعملوش كتير لانه ديجا يعني سلقنا فيها شويه ديال سلقنا المصارن عفوا بشويه ديال الملح. وكذلك ضفنا هنايا زيت زيتون مع زيت نباتيه، وهنايا عملتهم في الكوكوط ديالنا، وغادي نبقى نحرك هكذايا حتى كتقلى ليا مزيان هاد التقليه هذه ديالنا. فهنا كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما تقلات مزيان التقليه ديالنا، هنا غادي نوضع الجيوب اللي عملنا فيهم الحشوه ديالنا ديال الدواره، يعني كيف ما كتلاحظوا معايا وكنحطهم هكذايا. فهنايا راهم مخيطين ما غاديش يتفتحوا ما والو. وكيف ما لاحظتوا معايا يعني راه ملي كنت كنحشيهم يعني كنخلي شويه ديال ليسباس باش هكذا من بعد ما غادي يطيب الرز راه غادي يزيد يضاعف الحجم ديالو باش ما يطرطقوا لكمش الدواره ديالكم او البكبوكه ديالكم في المرق. وبالنسبه لهنايا كيف ما كتلاحظوا معايا كنضيفوا الماء اللي عندنا مغلي، وكذلك كنضيفوا الحمص اللي كان عندنا مرقد ديجا، وكذلك يعني ضفتو هنايا به بالقشره ديالو على حسب واحد الغرفيه اللي هي صغيره. صافي هنايا غادي نحرك هاد المكونات هكذا وغادي نسد عليهم الكوكوط ونخليهم حتى كيطيبوا تماما. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما طلعت ديك الغليه صافي دابا غنسد الكوكوط ونخليهم يطيبوا مزيان. فكيف ما لاحظتوا معايا الطريقه جد سهله وفعلا يعني كتجي فيها واحد المذاق واحد اللذه زوينه بزاف، فنتمنى انكم تجربوها ان شاء الله. اما الان كيف ما غادي تلاحظوا معايا هنايا من بعد ما طابت عندنا البكبوكه ديالنا انا قدمتها بهذا الشكل هذا، فما شاء الله يعني راها طابت رجعت زبده كيف ما كنقولوا، يعني الحمص حتى هو طاب، البكبوكه ديالنا طايبه. فنتمنى لا فيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش بالتعاليق ديالكم الزوينه كذلك باللايكات ديالكم. اما الان كيف ما غادي تلاحظوا معايا غنفتح معكم وحده باش تشوفوا الحشوه اللي عملنا فيها. فهنايا كتحيدوا هذاك الخيط وصافي، يعني هذه هي الحشوه اللي عملنا فيها كيف ما كتلاحظوا معايا. فما شاء الله الرز راه طاب، وكيف ما قلت لكم الرز راه كيضاعف الحجم ديالو، فلهذا يعني ملي تكونوا تخيطوها خليو شويه ديال ليسباس فين يطيب الرز. ففعلا راها جات بنينه بزاف، فنتمنى انكم تجربوها ان شاء الله. الا جربتوها ما تنساوش انكم تبعثوا لي التطبيقات ديالكم عبر الانستغرام ديالي، غادي نخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. وكذلك الا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش بالبارطاج ديالكم كذلك باللايكات ديالكم وبالتعاليق ديالكم الزوينه. فخليت لكم الراحه فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه.